SOBS Radio. اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين راديو SOBS في الحلقة الافتتاحية والانطلاقة للراديو بتاعنا. عاوز اتكلم معاكم في 3 نقط رئيسية، واللي هي رقم 1 ايه الهدف من الراديو وايه البرامج اللي هتتقدم فيه. ثانيا المنظمة نفسها او التيم نفسه وفروعه واهدافه وايه الحاجات اللي عملناها قبل كده. تالت حاجة هنتكلم شوية عن العمل التطوعي وآليات العمل في الأنشطة الطلابية. الراديو في البداية كنا عايزين نعمله راديو علمي بحت، بما ان احنا اتجاهنا كتيم علمي بينمي القدرات العلمية بطريقة عملية من خلال كورسات او ندوات او حاجات بنقدمها في المجال ده، لكن لازم يكون في تنوع واختلاف بحيث نجمع كل الألوان اللي الناس تحب تسمعها في راديو يكون شامل لكلية علوم كلها. طيب ده كان الهدف من الراديو. التيم بقى، يعني التيم نفسه في ناس كتير إلى الآن مش مستوعبين مثلا تيم SOBS، مش فاهمين برضو أبعاد التيم، الشغل بتاعه عامل ازاي، ايه الحاجات اللي عملها قبل كده، تاريخ التيم نفسه. فهنتكلم في نبذة بسيطة كده عن التيم. أولا يعني ايه SOBS أساسا؟ SOBS ده اختصار لجملة أو لتعريف لينا اللي هو The Scientific Organization for Biology Student، يعني المنظمة العلمية لطلاب العلوم البيولوجية. طيب التيم ده هو عبارة عن فروع كتير، فرع الزقازيق فرع منهم، لكن في الزقازيق اللي بيمثل التيم ده جوه الجامعة أسرة اسمها أسرة بكرة أحلى. طيب الفريق متأسس سنة كام؟ متأسس سنة 2012، يعني هو دلوقتي داخل في 4 سنين اهو ما شاء الله مكملين يعني. وفي فروع تانية، الفرع الأساسي حلوان ده كان فرع البداية والتأسيس، وفي فرع في القاهرة وعين شمس. طب أهداف التيم إيه؟ أهداف التيم هي كتيرة الصراحة، ممكن نلخصها في نقطتين بس. بنعمل تأهيل لسوق العمل، عشان زي ما قلنا الدراسة حمادة والشغل حمادة تاني خالص. وبننمي المهارات والمواهب اللي عند الطلاب، يعني مثلا في ناس بتحب ترسم، في ناس بتحب تقول شعر، في ناس بتحب تعزف، تغني، حاجات من دي خارج الكارير بتاع العلوم نفسه. يعني مثلا احنا بندرس في الكلية زولوجي، بوتاني، حاجات جيولوجيا كده. طب في ناس بقى عندها مهارات تانية ما شاء الله، كلية علوم مليانة مواهب. الناس ديت مين اللي يتبناها ومين اللي يدعمها ومين اللي يقدم لها المساعدات وكده؟ فكان لازم يكون في فريق متخصص كده، وهي دي مهمة من مهمات الفريق بتاعنا. SOBS Radio. احنا عملنا ايه قبل كده في ال3 سنين اللي فاتوا دول؟ مثلا كنا ماشيين بكل سنة خطة معينة. يعني مثلا السنة الأولانية كانت خطتنا ان احنا نعلم الناس في التكنولوجيا شوية. ليه؟ لأن الناس يعني الموضوع ده تعبان أو ايه، قليل عندها شوية. الكمبيوتر، كورسات الكمبيوتر. في سنة 2013 عملنا كورسات IT يعني Information Technology وICDL وفوتوشوب وحاجات تانية اللي هي في الكمبيوتر عامة يعني. السنة عدت والحمد لله الناس اتبسطت معانا واستفادت. السنة اللي بعديها بقى قلنا نعمل حاجة تانية في التخصص بتاعنا، يعني مجال التحاليل، مجال التغذية العلاجية، الكورس النباتات. فعملنا كورس مايكرو تكنيكس في الكلية في قسم الحيوان، ندوة تغذية علاجية مع معمل المدينة، وعملنا دورات تحليل طبية، وكورس نباتات طبية مع دكتور فوزي جمال، وعملنا كام ندوة تنمية بشرية كده عشان الناس برضو طلبوها مننا. وكان في أيام ترفيهية برضو، ما ننساش الترفيه، عملنا أيام حلوة جدا. ده كان في السنة التانية. السنة التالتة بقى اللي هي السنة دي 2015 كان في بقى خطة ان احنا نعلي ثقافة الناس شوية. طيب احنا عايزين نعلي ثقافة الناس وعايزين نقدم المحتوى ده بشكل ترفيهي بحيث الناس ما تملش، لان الناس قاعدة على الفيسبوك بوستات قصيرة بتقراها طويلة. لا، قلنا نعمل مجلة. طيب ايه اللي هيشد الناس في المجلة؟ الديزاين كويس
والمواضيع الهادفة المحترمة اللي يستفادوا منها. عملنا مجلة الحمد لله العدد السادس لسه نازل الشهر ده، وإن شاء الله مكملين فيه. في ناس بقى بتسأل يعني انتوا آلية الشغل عندكم ايه؟ يعني مثلا عايز انضم للتيم بس قلقان، خايف مثلا ان ده يأثر على دراستي. احب اقولك دي شماعة بتعلي عليها فشل. طب في ناس مثلا بتقول انا مش فاهم نظام الشغل ايه، فخايف ان انا مثلا ما اقدرش اشتغل معاكم، لكن انا حابب اشتغل معاكم. فانا ممكن دلوقتي مثلا اقول له ايه هي الحاجات اللي ممكن يعملها في تيم زي تيم بتاعنا. اولا عندنا كام لجنه؟ هم حوالي 7 لجان، كل لجنه مختصه بوظائف محدده. يعني مثلا عندنا لجنه اسمها ال HR يعني Human Resources. اللجنه دي مختصه بان اعضائها هم ناس يقدروا يتفقوا مع دكاتره التنميه البشريه، بحيث ان هم يدونا محاضرات في التنميه البشريه كاحنا تيم، او لطلبه كتير نعمل منهم كورس يعني. وال HR دول لازم يكونوا متدربين كويس، بحيث لما يجي لنا ناس جداد بقى هم يقعدوا معاهم في انترفيو ويدوهم بقى ايه النصايح بشكل عام عن العمل التطوعي وعمل في التيم والأنشطة الطلابية. بيدوا تقارير يومية لمدير الفريق، بيباشروا أعمال الناس. طيب لجنة PR، اللجنة دي مختصة بالعلاقات العامة يعني Public Relation. بيبقى في أعضاء مسؤولين بقى إن هم يروحوا يتفقوا، مثلا هنعمل ايفنت كبير محتاجين فيه كام جهة معينة يحضروا الايفنت ده، يتكلموا مع المختصين هناك ويتفقوا على الشروط والاتفاقيات، وكمان يتفقوا على وجود سبونسرز يعني ممولين لأي ندوة أو مؤتمر، أو يتفقوا مع معامل تحاليل شركات تدريب. بس ده كله طبعا يكون بحنكة بحيث إن هم يجيبوا أقل أسعار، ويكون ليهم برضو مدير بيرفعوا له تقرير للي بيحصل في الشغل بتاعهم. لجنة تانية اللي هي التالتة بقى، لجنة رقم 3 الماركتينج. اللجنة دي لجنة الدعاية، والدعاية لها نوعين، يا إما دعاية على الأرض بتكلم الناس في الكلية وبتوعيهم وتفهمهم، يا إما على الفيسبوك. والفيسبوك تبقى يعني بتتكلم عن حاجة اللي أنت بتعملها، فهتحتاج طبعا على كل كلام تعمله إن يكون عندك مثلا صورة أو ديزاين معين. طب أنت عشان محتاج ديزاين أو حاجة لازم يكون عندك لجنة اسمها إيه؟ ميديا. لجنة الميديا والآي تي ديت بيكونوا ناس بروفيشنال في الكمبيوتر والفوتوغرافر وفوتوشوب حاجات من كده. طيب اللجنة من اللجان المهمة بقى لجنة الأورجنايزرز اللي هم المنظمين. دي بقى بيعملوا كل حاجة، بيشيلوا كل حاجة في ايفنت أو أي حاجة، بيعملوا قاعات، بينظموها، بيجيبوا أسعار معقولة، بيشوفوا الساوند والإضاءة والكلام ده كله والفقرات والعروض. لجنة تانية لجنة ال SR اللي هي Scientific Research. دول ناس يعني داخلين المنظمة أو التيم على أساس إن هم عندهم فكرة بحث واشتغل عليه، بس عايزين حد يكون معاهم في البحث ده، يوفر لهم شوية إمكانيات أكتر مثلا، أو أبحاث في نفس المجال بحيث إن هم يطلعوا عليها ويوجهوا لهم نصايح. انما مثلا معظم الناس تيجي تدخل فيقول لك انا لجنة SR، طب انت ايه الفكره اللي عندك؟ لا انا جاي اخد فكره من عندكم وايه واشتغل عليها. طب ما كان اولى ان احنا نعمل فكرتنا ونشتغل، يعني الفكره كلها انت عندك موضوع بحثي واحنا بنساعدك فيه مش اكتر. اللجنه الاخيره بقى اللي هي لجنه AC Academic Center، يعني دي الارشاد الطلابي الاكاديمي. يعني دي الناس بتعمل ايه؟ مثلا احنا جايين دفعه جديده، دي الناس اللي بتقف بقى تتكلم معاهم وتفهمهم الكليه نظامها ايه واللوائح والمواد، وبيكتبوا المواد وبينزلوها في المكاتب وبيشرحوها لزمايلهم اللي في التيم الاول اللي مثلا ممكن يكونوا غابوا او حاجه من المحاضرات، وللناس بقى ممكن يعملوا محاضره كبيره لعدد كبير من الناس يحضرها عادي مفيش مشاكل. دي شرح باختصار لكل اللجان المختصة بالشغل معانا في التيم. SOBS Radio. عاوز اتكلم بقى في حاجة اخيرة، وهي نقطة النشاط الطلابي او العمل التطوعي بوجه عام. الناس مش مدركة مثلا اهمية التطوع او النشاط الطلابي ده في خدمة المجتمع مثلا. بمعنى احنا عندنا ثقافة عالية جدا، هي ثقافة ايه وانا مالي.
يعني مثلا اقول لك احنا عايزين ننزل مثلا نوعي الناس عشان مشكلة مثلا معينة في الكلية، وانا مالي. عايزين نعمل حملة نظافة، وانا مالي. كل حاجة وانا مالي وانا مالي، رغم ان اي حاجة من الحاجات دي بتعود بالنفع عليك انت اولا قبل ما تعود على الناس. فكون ان انت بتشترك او بتشتغل في عمل نشاط تطوعي، ده اول حاجة بتخدم المجتمع بتاعك. تاني حاجة بيعود عليك الفايدة دي، بيتعرف عنك طبعا انت نشيط واكتف وراجل متطوع وخير وكده. بتكتسب خبرة كبيرة جدا في انك بتخالط ناس ومعارف بقى واصدقاء وخبرات جديدة. بتملى وقت فراغك طبعا، وممكن تلاقي موهبة او حاجة تكون فيك وتكتشفها مع الايام، وتبقى ديت هي مصدر سعادة ليك قدام، وتكون ليه لأ ما تكونش كمان مصدر رزق وفلوس تجيلك. افرض مثلا الكارير بتاعتك انت كطالب في كلية علوم، ده اتخرجت من الكلية وما لقيتش المجال بتاعك فيه وظايف، مثلا ربنا مش وفق ولقيت وظيفة معينة في المجال بتاعك، لكن انت كنت وانت في الكلية مهتم جدا بشغل الماركتينج مثلا او شغل الاورجنايزنج. يعني كنت بتعمل تنظم حاجات، نظمت مثلا مؤتمر كبير ده حضره العميل وناس مهمة جدا، فانت عندك خبرة في الموضوع ده. ليه لأ مثلا ما يكونش دي الكارير بتاعتك بعد كده؟ يعني مثلا تقدم كماركتينج في شركة مالتي ناشونال، او تقدم كاورجنايزر في شركة برضو كبيرة، ويكون ليك راتب اكبر من الراتب بتاع خريج علوم اساسا اللي بيشتغل وظيفة عادية في معمل تحاليل او كميديكال ريب او كأي حاجة. فدي كانت كل حاجة عايز اكلمكم فيها النهاردة. وفي نهاية الحلقة عايز اقول لكم ما تنسوش تتابعونا باستمرار، هننزل حلقات على الساوند كلاود وممكن نشغلها في مواعيد معينة على ميكسر. وكمان ما تنسوش تتابعونا على الفيسبوك وتقولوا لنا اراءكم ايه، وتبعتونا على اسك الاسئله بتاعتكم هنجاوب عليها في كل البرامج بتاعتنا اللي جايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. SOBS Radio.